السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هناخد مع بعض طريقة وحدة دائرية مربعة جديدة. ينفع يتعمل بيها مفرش يبقى شكلها حلو قوي وشيك. معانا 3 ألوان هنعمل بيها الوحدة النهاردة. ان شاء الله تبقى طريقتها سهلة. يا ريت لو عجبتكم تعملوا لنا شير وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ. بسم الله. هنبدأ بدايرة سحرية. معانا إبرة مقاس 4، يعني على حسب سمك الخيط. أنا الخيط هنا معايا رفيع شوية، فهبتدي بالإبرة مقاس 4. هنبتدي بأول عمود 3 سلاسل، وبعد كده هنعمل 19 عمود بلفة. ده أول سطر. طبعا كل سطر بنعمله بنغير في مقاس الإبرة على حسب الخيط لو سمكه مختلف علشان يطلع الشكل متناسق. هنا معانا 2 4 6 8. من أحلى الوحدات السهلة اللي تقدروا تشتغلوا فيها. دي معانا كده 20 عمود بلفة، وهنا بنقفل السطر، بندخل الإبرة في أول سلسلة في ال3 سلاسل اللي بنقفل بيها السطر، نعمل منزلقة كده نكون عملنا أول سطر. نطلع في الدور السطر التاني برضو 3 سلاسل بمقام عمود، وهنعمل فوق كل عمود عمودين. ده التزايد الطبيعي بتاع الدايرة بتاعتنا. يعني عندنا أول سطر كان فيه 20 عمود، هنعمل السطر اللي بعده فوق كل عمود عمودين، يعني هيبقى عندنا 40 عمود. فوق كل عمود عمودين بلفة، فوق كل عمود عمودين بلفة. مش هنشد ايدينا في الشغل ولا هنرخي. انتي طبعا هتبقي عارفة ميزان ايدك وانتي ماشية هو اللي هيظبط شغلك. هنعمل مع بعض السطر التاني. معلش انا اسفة. السطر التاني هنخلصه ونرجع لبعض تاني. كده قربنا نقفل السطر التاني. بنعمل فوق كل عمود عمودين. ده التزايد الطبيعي بتاع الدايرة اهو. احنا بنبقى بادئين اول عمود اللي هو اول 3 سلاسل بنكون عاملينها عمود واحد. هنزود جنبه في اخر اسفة، في اخر عمود هنحط جنبه عمود علشان يكونوا دبل، وبندخل في اول غرزة، اول غرزة سلسلة، وبنطلع بمنزلقة بالشكل ده. ده السطر التاني اهو قفل عندنا دايرة متناسقة، تزايد سليم. وبعد كده هندخل في الغرزة اللي بعدها ونطلع ونعمل غرزة منزلقة تانية. بنقص الخيط ونشده وبنقفل السطر التاني. هنبدأ السطر التالت بلون مختلف.
طبعا ليكي مطلق الحرية في اختيار الألوان اللي هتستعمليها. هنعمل عقدة البداية، وبعدين هندخل في أي فتحة بداية عمود، وندخل بالخيط بالشكل ده، وهنبدأ أول 3 سلاسل كعمود. وياريت وانتي شغالة تاخدي معاكي الخيط بحيث تنضفي أول بأول، يكون شغلك نظيف ومرتب. بنعمل عمود، أول عمود، بعد كده في تزايد الدايرة بنعمل عمودين. يعني هنشتغل في السطر ده عمود بلفة، وبعدين عمودين، عمود بلفة، وبعدين عمودين، مرة عمود بلفة ومرة عمودين بالشكل ده. مرة عمود بلفة ومرة عمودين. هنشتغل السطر كله بالطريقة دي ولحد ما نقرب للآخر هنرجع تاني نشتغل مع بعض. وزي ما احنا شايفين كده ادينا وصلنا، قربنا نوصل لآخر السطر الثالث. زي ما احنا ماشيين عمود، عمودين، تزايد بتاع الدايرة العادي، واخر غرزة. دايما عشان تحسي ان دايرتك ماشية التزايد صح بتكون اخر غرزة بتبقى دبل، وبعد كده بتقفلي السطر في اخر سلسلة نقفل بمنزلقة، الغرزة اللي بعدها بمنزلقة، ونقص الخيط ونشد كده. نكون خلصنا شكل الدايرة دور السطر الثالث. اهي شكلها حلو وجميل متناسق. السطر الرابع هنعمله بلون مختلف، والسطر ده سطر مميز لان السطر ده اللي هنربع فيه الدايرة. يعني هي كده دايرة هنخليها شكل رباعي علشان نقدر نشبكها بعد كده ويطلع شكل المفرش بتاعنا. الخيط التالت ده فتلته ارفع شوية، عشان كده انا هستعمله ابرة اصغر سنة. لازم قوي قوي عشان يبين شغلك حلو ومتناسق انك تظبطي مقاس الابرة مع مقاس الخيط، ده بيفرق قوي في الشغل. دي ابرة مقاس 3.5 اصغر سنة. هنشتغل بيها السطر الرابع. ده بقى نظام تاني هتركزي معايا. هندخل بالابرة عشان نربحها هنعمل تقسيمة كده. هنعمل اول حاجة 4 عواميد، ده كده بمقام 4 سلاسل اسفة بمقام عمود لفتين. وبعد كده هنعمل عمودين بلفة، ادي 1 ادي 2. وبعد كده هنعمل عمود 2 نص عمود، يعني ادي نص عمود وادي نص عمود تاني. وبعدين هنعمل 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5. وبعدين هنرجع تاني هنعمل ثانية واحدة علشان نربعه، معلش ثانية واحدة. قلنا 5 غرز حشو، وبعد كده هنرجع تاني هنعمل نص عمود ونص عمود. ده التنظيف بتاع الشغل. هيبقى من الظهر هننضفه طبعا، الافضل ان انتي تنضفي دايما اول باول علشان يكون الموضوع خفيف عليكي. بعد النص عمود هنعمل عمود بلفة، عمود تاني بلفة، وهنعمل عمود بلفتين. ده كده يعتبر اول جزء في المربع.
اول ضلع هنشتغل زي ما قلنا يعتبر عمود بلفتين، 2 عمود بلفة، 2 نص عمود، 5 غرز حشو، 2 نص عمود، 2 عمود بلفة وعمود بلفتين. نيجي هنا نعمل في الكورنر 3 غرزة سلسلة، وبعدين نعمل تاني عمود بلفتين في الغرزة اللي وراها على طول، مش هنسيب فراغات بالشكل ده. ونرجع تاني نعمل عمود بلفة، عمود بلفة، نص عمود، نص عمود، بعدين 5 غرز حشو، 2 3 4 5، نص عمود، نص عمود، عمود بلفة، عمود بلفة وعمود بلفتين، 3 سلاسل، عمود بلفتين، وهكذا لحد ما نعمل ال4 أضلاع بتوع المربع بتاعنا. هنخلص ونرجع تاني للقفلة بتاعت السطر الرابع. كده احنا وصلنا لآخر غرزة في السطر الرابع. هنعمل عمود بلفتين في آخر غرزة، 3 سلاسل، وهنيجي عند آخر سلسلة هنا وبنعمل غرزة المنزلقة بتاعتنا، وبكده نكون قفلنا أول رابع سطر اللي بيقلب الدايرة معانا لمربع بنفس التقسيمة دي. طيب هنعمل بقى سطر أخير، السطر الخامس، هنطلع ب3 سلاسل بمقام عمود، وهنعمل فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود. هندخل زي ما انتوا شايفين هنا في الغرزة دي في حرف الفي، فوق كل عمود عمود. بالشكل ده كده هم هيبقوا غالبا 15 عمود، هيبقى اللي فوقيهم برضو 15 عمود. بنيجي عند الفتحة اللي موجودة عندنا هنا بنعمل 2 عمود بلفة، 3 سلاسل، 2 عمود بلفة، ونرجع تاني ندخل فوق كل عمود هنعمل عمود. بالشكل ده فوق كل عمود عمود. هنرجع برضو هنخلص السطر الرابع سوري السطر الخامس، وهنرجع تاني عشان نقفله مع بعض. كده بنكون وصلنا لآخر السطر بتاعنا. آخر حاجة اهو عمودين بلفة، 3 سلاسل، عمودين بلفة. بندخل برضو زي قفلة كل سطر في آخر سلسلة في العمود ده، وبنقفل بمنزلقة وندخل في السطر اللي بعده بمنزلقة برضو ونقص. بتكون دي قفلة السطر الخامس معانا، وبتكون شكل الوحدة بالشكل ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم والشرح وصل لكم. لو في اي استفسارات ياريت في الكومنتس. هعمل لكم فيديو تاني عن طريقة التشبيك. وياريت لو عجبكم شغلنا اشتركوا عندنا. السلام عليكم.